اليوم طلاب عندنا تمارين أو أمثلة على ضرب العدد الكسري أو الكسور العشرية العفو في عدد صحيح. زين، إذا موضوعنا هو الكسور العشرية في عدد صحيح. شلون نضرب كسر عشري في عدد صحيح؟ أول صيغة جد ناتج ضرب كسر عشري في عدد صحيح. يعني شنو هو؟ ضرب مباشر بدون تقريب. قال لي بس اضرب. زين، شو نسوي احنا؟ أول خطوة ناخذ العدد اللي بفارزة أو العدد العشري. شو نسوي؟ نخليه بدون فارزة، 94. الصفر على اليسار وما له قيمة فما نكتبه، وناخذ العدد الصحيح نخليه جوا ونضرب ضربة اعتيادي. 6 في 4 24، 4 و2 باليد. 6 في 9 54 و2 56. إذا الناتج مالتنا صار 564. زين، الفارزة نعوفها لو يعني ما نكتبها؟ لا، لازم نكتبها. وين نلقى الفارزة؟ الفارزة نحسب كم مرتبة وراها، بها 1 2. إذا نجي هنا من اليمين نقول مرتبتين، 1 2، ونخلي الفارزة. خوش حكي. فهذا هو الناتج مالتنا بكل سهولة. عفوا، الناتج مالتنا شي يصير؟ يصير 5.64. نعيده بصورة مبسطة. عندنا رقم في عدد كسري. شو نسوي؟ ناخذ العدد العشري العفو، 94. قلنا هاي صفر ورا الفارزة ما لها قيمة. خوش حكي، فما نكتبها. وننزل 6 ونضرب ضربة اعتيادي. 6 في 4 2 باليد 24. 6 في 9 54 و2 56. فالناتج مالتنا يصير 564. نحسب كم مرتبة ورا الفارزة بالرقم العشري، 1 2. نجي على الناتج مالتنا نحسب مرتبتين من اليمين. ليش؟ يعني احنا ورا الفارزة عندنا مرتبتين، 1 2، وخلي الفارزة. إذا صار الناتج مالتي 5.64. المثال الثاني عندنا 12.3 في 4. همين نجي ناخذ العدد العشري بدون الفاصلة. هنا 12 كتبناه لأن مو صفر، يعني مو مثل هذا الصفر ما كتبناه. الصفر منه ما له قيمة. فهنا لا، 12 عدد، فنكتب ال 12. يعني ما نتركها، فقط الصفر إذا عندنا بس صفر على اليسار. وننزل الرقم العدد الصحيح ويانا. زين، ورا ما نزلناه نضرب ضرب اعتيادي. 4 في 3 12، 2 و1 باليد. 4 في 2 8 و1 9. 4 في 1 4. إذا الناتج مالتي شقد؟ 492. زين، نشوف الرقم اللي بفارزه العدد العشري كم مرتبة ورا الفارزة؟ بها 1. إذا نجي من اليمين أحسب مرتبة وخلي فارزة. إذا الناتج مالتي صار 49.2. زين، نجي على الرقم الثاني 15.4 في 2. ينزل العدد العشري بدون فارزة، ونزل الرقم الصحيح اللي بدون فارزة. وأقول 2 في 4 8، 2 في 5 10، 0 و1 باليد. 2 في 1 2 و1 3. إذا الناتج مالتي هو 308. زين، كم مرتبة ورا الفارزة؟ عندنا 1. إذا ناخذ مرتبة 1 من اليمين ونخلي فارزة. إذا صار العدد مالتي 30.8. هذا إذا قال لي جد ناتج الضرب فقط. زين، لا عفوا، خلنا نعتبره جد ناتج الضرب. خلنا نمسح التقريب. جد ناتج الضرب فقط ضربنا. زين،
إذا قال لي جد ناتج الضرب بالتقريب، راح ناخذ هسه أسئلة عن التقريب، نفس السؤال هذا 15.4 هسه بس ناخذه بالتقريب. إذا قال لي بالتقريب شو أسوي؟ أقرب العدد العشري، هذا العدد العشري أقربه ومن ثم أضربه. اللي ورا الفارزة 4 ينطي رقم للي بعد الفارزة باليسار؟ لا ما ينطي. إذا ايش قد ينزل الرقم؟ ينزل فقط 15 في 2 وأضرب ضرب اعتيادي. 15 في 2 2 في 5 10 0 1 باليد 2 في 1 2 1 3. إذا الناتج مالتي يساوي لنا 3. قربنا له ايش؟ لأن هو قال لي بالتقريب. زين ناخذ أمثلة بعد على بالتقريب. هنا ايش عندي؟ عندي 32.3 في 4. زين من قال لي بالتقريب شو اسوي؟ لازم اقرب هذا، اسوي عدد صحيح. يلا اضربه. شلون اقربه؟ اقول له 3 تنطي لي 2، عفوا 3 تنطي لي 2. لا ما تنطي. ليش؟ لان اقل من 5. اذا ينزل 32 فقط في 4 وناخذ الرقم نضربه على صف. 4 في 2 8 4 في 3 12. اذا الناتج مالتي يساوي لنا 128. زين 5.8 في 10. هنا أنا طلاب تتذكرون في 10 خلينا نحله بدون بالتقريب. نحل هذا في 10. قلنا شو نسوي إذا عندنا عدد 10؟ مو تنسوها، نحرك الفاصلة مرتبة واحدة. فش يصير؟ يصير يساوي 58 فقط. ليش؟ لأن هاي تحركت ومن صارت هنا ما لها قيمة فتظل 58. زين بالتقريب هاي إذا جاك في 10 يعني وبس قال لك جد ناتج الضرب. بالتقريب شو أقول؟ أقول 8 تنطي 1 للخمسة، أي تنطي شو تصير 6 في 10. وبالضرب قلنا ننزل 0 ونضرب 6 في 1 6. إذا الناتج مالتي 6. زين 0.01 في 5. هذه الصفر تنطي تتقرب تعطي للصفر 1. لا ليش؟ لأن أقل من 5. فالناتج الرقم يبقى 0، لأن الصفر هو هم يعتبر عدد صحيح في 5 ويساوي 0. ليش؟ لأن أي رقم فيه 0 هو 0. زين 41.6 في 9. 6 تعطي الواحد. نعم تعطي. ليش؟ لأن هي 5 وفوق. إذا 6 يعطي 1 فش يصير 42 في 9. نجي نضربها على صفحة. 9 في 2 18 8 1 باليد. 9 في 4 36 1 37. الناتج مالتي شقد؟ الناتج مالتي 400 و 478. هاي أمثلة مبسطة. بعدين راح ناخذ أمثلة أكثر إن شاء الله بالفيديوهات الجاية.